هل تدخل احمد مجاهد في شغلك؟ على سبيل المثال في اثنين موجودين في اللجنه لازم يبقوا موجودين في اللجنه، سواء اللجنه دي او اللجنه اللي فاتت او اللي قبلها او اللي قبلها، اللي هم نفس الاسمين اللي قلناهم من اول الحلقه. ايه السبب؟ الكابتن وجيه احمد والدكتور عزب حجاج. ايه السبب؟ ايه السبب؟ انا ما اعرفش، انا لغايه دلوقتي اللي ما اعرفش السبب. وتعيينهم دايما بيجي من جانب تدخل المهندس احمد مجاهد بنسبه كبيره. ايه السبب؟ ما اعرفش والله، انا ما عنديش السبب. يا دي الفضيحه مجنادل، يا دي الدرسم محنات. هل هو حاول يتدخل معاك انت شخصيا؟ يعني مش بقول لك بصوره واضحه، بس في ايه الاخر الصوره غير الواضحه؟ قولها لي. مفيش صوره، يعني بكلمك هاني. بص هاني، في اصل الاخر انت كده هتقفل الملف ده، لانه بيتقال كتير قوي عن المهندس احمد مجاهد، فلو قلتها كعضو لجنه على الاقل هنفهم ايه الصوره اللي الناس تقصدها. الله الله على الجد وجد، الله الله عليه. حاول ازاي يتدخل في شغلك ولو تلميحا مش بشكل مباشر. يعني انا مره من المرات اتصل بيا قال لي اذا كنت متخيل انت هتشيل وجيه وعزب مش هتشال طول ما الباشمهندس هاني موجود. اللي يشوف غلط ويسكت ما يصحش يقعد في وسطينا. انا يعني كنت الوم على اوسكار لما قال لي عاشور مش غلطان ووفا مش غلطان، لازم حد غلطان. مفهوم. انا واضح. لما قال لي اثنين مش غلطانين، لا مش مقبوله. كنت رافض الطلوع على فكره، يومها قلت له قلت له ما تطلعش. يعني طلوع يوم التلفزيون ده قلت له ما تطلعش، قال لي ده اللجنه الاتحاد اللي قلت له غلطان ما تطلعش. خلاص ولا يعمل راسه براسنا، نتكلم ولا ما نتكلمش. هجيبها لك اي لقطه احنا راسمينها، ممكن نستعرضها مع بعض، تقول لي كمحلل كبير الصوره اللي قدامنا على الشاشه دلوقتي ديت هل استحق الفريق بص يا هاني ساعه اللعبه، بص يا هاني ضربه جزاء ام لا؟ ساعه اللعبه بنوقف الصوره، احنا بنعلم حكامنا كده. الايد لو خرجت بره الجسم يعاقب، الايد لو هي جوه الجسم لا يعاقب. وبناء عليه كره ركله جزاء. ركله جزاء. وعلى فكره ده كان راي وموجود ومثبت. اللي هتقولي عن الموسم اللي فات؟ هقول ما كانش نجاح فيه اللي انا كنت مستنيه. كان في حاجات كويسه اتعملت، وللاسف الحاجات الكويسه ديت مع الاخطاء المتكرره في التعيينات بوظت الشغل اللي اتعمل على الارض. هتقولي عن الفار الموسم اللي فات؟ هقول الفار لم يدار بصوره محترمه الفتره اللي فاتت. لم يدار بصوره محترمه؟ كان في احسن من كده.